السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين إيه؟ بتكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك ويوصلك فيديوهات جديدة في اسرع وقت. ورمضان كريم طبعا. وزي ما شفتوا في الصورة المصغرة، النهاردة هنعمل مقارنة بين انمي بلاك كلوفر ومات. فمن غير ما نطول فلنبدأ. ونبدأ بقصة بلاك كلوفر. وبتبدأ قصة بلاك كلوفر بإن هما بيتم التخلي عن أستا ويونو في نفس الكنيسة وفي نفس اليوم. سبحان الله. وكبروا بقى مع بعض وتعرفوا على إمبراطورية السحر. وكان في لقب بيدوا لأقوى ساحر للمملكة اللي هو إمبراطور السحر. ووعدوا بعض إن هما هيتنافسوا على لقب إمبراطور السحر، بس للأسف لما كبروا كان في فرق شاسع ما بين أستا ويونو، بسبب إن يونو عرف يمارس السحر بقوة على عكس استا طبعا. ولما بيتموا ال15 سنة يونو بيحصل على كتاب باربع اوراق برسيم، انا مسميهم كده يعني. وفي نفس الوقت كان استا زي ما هو، بس حصل حاجة كده مش عايز احرق عليكم طبعا لو ما اتفرجتوش على الانمي ده. وبعد الحدث ده بيخرج استا ويونو للعالم، وكل واحد فيهم هدفه ان يبقى امبراطور السحر الجديد. فجامد يعني. تاني حاجة معانا بقى هي الشخصيات. نبدأ بأستا. وكان الشخصية الرئيسية كان شاب متحمس جدا ومصمم انه يبقى امبراطور السحر رغم انه ما كانش عنده سحر اصلا، وكان بيتمتع بقوة جسدية كبيرة جدا نتيجة التمرين. وتاني شخصية معانا هو يونو، صديق أستا الوفي، وكمان كان موهوب وبيتمتع بصفات القائد والشغف، وكمان كان عنده قدرة سحرية كبيرة جدا زي الهجوم والدفاع. وفي شخصيات تانية كتير زي نويل ومغنى ويامي وغيرهم كتير، بس مش هيقدر نتكلم عليهم كلهم بسبب مدة الفيديو. وإيجابيات الأنمي طبعا هي إن بلاك كلوفر بيتمتع بقصة مثيرة وشيقة، والمعارك السحرية الملحمية جامدة جدا يعني. وطبعا القصة ممتعة، وأكتر وأحسن حاجة في الأنمي ده إن هو بيركز على الصداقة والتضحيات والتطور الشخصي. وسلبيات الانمي ان السلسله طبعا فيها نقط ضعف زي بطء التطور يعني، ما فيش تطور في الاحداث، وساعات بيعتمدوا على حاجات كانت متكرره قبل كده كتير. ده ممكن يكون هي السلبيات لبلاك كلوفر. ونخش بقى على مشر. وقصة الأنمي في عالم سحري بيكون سهل إن أنت تعرف على أي حد عنده قوة سحرية بعلامة في وشه، تمام؟ ولو أي حد ما عندوش العلامة دي أو ما عندوش سحر عامة بيعدموه. وبالرغم من ده فكان في أعماق الغابة عاش ولد اسمه ماش، شاب ما كانش عنده أي قوة سحرية خالص وكان بيتعرض للطاقة. فعشان كده دخل أكاديمية السحر عشان يحمي عيلته من الناس دي يعني. فكان لازم على ماشي انه يتغلب على نقاط ضعفه ويتفوق على بقية الطلاب باستخدام القوة الجسدية بمقابل السحر يعني، تخيلوا. وبعد كده نخش على الشخصيات. الشخصية الأولى معانا وهو ماش. اتولد ماش وهو مش بيعرف يستخدم السحر، عشان كده كان منبوذ وعاش ماش في غابة، وكانت هواياته ان هو يتمرن علشان يحافظ على قوته ورشاقته. وكان مظهر ماش طبيعي جدا، عضلاته كبيرة وقليل الابتسام يعني سيجما بالاخر يعني. ومش عارف مصطفى مش كاتب لي شخصيات تاني ليه، بس خلاص ماشي خلينا في ماش وبس. ومميزات الانمي ان هو كوميدي جامد قوي، ومش بيقدم اي قصة معقدة او شخصيات متعددة معقدة يعني. وكان عبارة عن قصة للتسلية. والسلبيات انا شايف ان هو مفهوش سلبيات، لان هو يعني جامد بصراحة. وتقييمي لانمي بلاك كلوفر ف 9 من 10، وتقييمي الانمي ماشي 9 من 10 برضه. لكن انه افضل بقى دي حاجه ترجع لك يعني. انت لو بتحب الكوميدي مثلا فانت ممكن تشوف ماشي الافضل. عايز قتالات كتير وكده، بصراحه الاتنين فيهم قتالات كتير فما اقدرش احدد لك حاجه معينه، بس لو انت مايل لنوع الكوميدي اكتر فهتروح على ماشي. وبس كده، ده يكون فيديو النهارده. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس والكلام ده كله، وانتظروا محتوى جامد قوي
في باقي شهر رمضان ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام. 神羅転生